اهلا وسهلا بحضراتكم وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. نزلت فيديو من كذا يوم وجاب مشاهدات كتيره جدا. كان بخصوص حاله كتبت عليها انفجار في العين، وكان في جزء من القزحيه بتاعتنا او جزء ملون طالع من العين. فلما جاب مشاهدات كتير وناس كتير بعتت لي بتسالني عن الموضوع ده وازاي هو شايف بعد العمليه كويس، حبيت ان انا اعمل لكم فيديو بسيط. اللي حصل ان في ناس كلموني في التليفون: ايوه يا دكتور، ازاي حضرتك؟ احنا عارفين حضرتك وناس قرايبنا عاملين عمليه معاك، ومعانا واحد قريبنا شغال بنا او شغال عامل رخام تقريبا، ايوه، وهو بيقطع رخام او حاجه رايش او مقذوف او حاجه بسرعه عاليه من الرخام ده خبطت في عينه، واحنا رحنا كشفنا عليه وعايزين نعمل له اصلاح سطح قرني وفي انفجار قرني. طبعا الكلام ده في التليفون وما كنتش شفت الحاله لما جات لي كانت زي ما انتوا شايفين بالظبط. الكوره بتاعتنا او كوره العين بتاعتنا نقدر نشبهها ان هي عامله زي كوره التنس مش زي كوره البينج بونج. كوره البينج بونج لو ضغطنا عليها هنقدر ان احنا نهرسها، هنقدر ان احنا نضغط عليها نطبقها. انما كرة التنس بيبقى فيها مقاومة، الانسجة بتاعت كرة العين فيها مقاومة شوية، فاقدر ان انا لما اضغط عليها ان تديني مقاومة. امتى كرة التنس تتقطع؟ لو اتخبط عليها خبطة شديدة قوية مركزة هتفرقع. ده اللي بيحصل بالظبط، خبطة قوية مباشرة على القرنية بحاجة بسرعة عالية هيحصل ثقب أو خرم في القرنية. عادة الثقب ده بيحصل في منتصف القرنية تتقطع كده. ده اللي بنشوفه مثلا في الخناقات، في البنادق اللي هي فيها رش أو خرطوش أو الكلام ده كله، بتتقطع بالطول. بنخيط القرنية، النظر بيفقد جزء كبير منه، ممكن يحصل مية بيضاء. طيب الحالة بتاعتنا حالة مختلفة، لساتر ربنا ان الفتحة كانت فتحة صغيرة قوي وطلع القزحية بتاعتنا من الفتحة دي. فلما طلعت القزحية من الفتحة دي وقعدت فترة طويلة خلاص ما نقدرش ان احنا نرجع القزحية دي تاني. لازم الجزء اللي خرج من القزحية ده نقصه نقطعه وندخل الباقي بتاع القزحية مرة تانية، نملى الكورة بتاعة العين بسوائل، نخيط الحتة اللي مقطوعة، وبعد كده نغسل جوه داخل العين ونطلع تاني. المريض كان خايف انه هيحصل له ميه بيضاء، وده غالبا اللي بيحصل في اغلب الحالات اللي بيحصل فيها خبطه في العين. الخبطه دي بتنتقل للعدسه بتاعه العين وتبدا ان يحصل ميه بيضاء. طيب طبعا مفيش دكتور يقدر ان هو يقول ان هو هيصلح سطح القرنيه ومش هيحصل ميه بيضاء. بقدر الامكان بنحاول ان احنا ما نلمسش العدسه بتاعه العين. اللي حصل ان احنا دخلناه العمليات، غسلنا وعقمنا كويس قوي سطح القرنيه، غسلنا الحته بتاعه القزحيه، قطعناها الحته اللي بارزه دي، ودخلنا الباقي بتاع القزحيه مره تانية. نفخنا العين بسائل عشان طبعا لما يكون في فتحه من القرنيه فجزء كبير من السوائل بتاعه العين بتطلع، فالكره بيحصل فيها انكماش شويه. سلكنا بقى المكان بتاع الحته اللي طالع منها القزحيه دي. كان في جزء من القزحيه لازق في التراك او الحته بتاعه القرنيه اللي طالعه. المهم يعني ان احنا نظفنا كويس قوي، رجعنا القزحيه مكانها، خيطنا غرز في مكان القطع اللي فيه القرنيه، وسيبنا كل حاجه على الله. الحمد لله من ستر الله بعدها باسبوع شلنا او 10 ايام شلنا الغرزه اللي كنا حاطينها، اطمنا على النظر. الحمد لله من ستر الله ما حصلش ميه بيضاء، المريض فضل محتفظ بالنظر بتاعه او بجزء كبير من النظر بتاعه. اي نعم ان شكل القزحيه بتاعته دلوقتي، لان احنا لما قطعنا حته بقى في جزء من القزحيه واسع شويه، فالقزحيه بتاعته ما بقتش بتقفل قوي، فده ممكن يعمل له في بعض الاحيان زغلله ضوئيه او ما الى ذلك. مش مهم، المهم ان هو الحمد لله ربنا كتب له عمر جديد وكتب له نظر جديد بعد ما عملنا الموضوع ده. شفته كذا مره بعدها والحمد لله الحاله بتاعته مستقره، وده من ستر ربنا ان هي جات له في جزء طرفي في طرف القرنيه، فما حصلش قطع في منتصف القرنيه. لما بيحصل قطع في منتصف القرنيه خلاص احنا بنشوف منين الضوء بيخش لنا منين، من الحته اللي في النص. فلما يكون الحته دي مقطوعه واحنا هنخيطها ويحصل وراها سكار او ندبه، فغالبا القرنيه بيكون النظر بعدها بيكون النظر مش كويس. ده كان شرح بسيط للحاله بتاعتنا اللي جات لنا، واتمنى لكم دايما الصحه والعافيه. كل سنه وانتم طيبين مره تانيه، مع السلامه.